أيامنا عبارة عن حلقات متشبكة في بعض عشان تكمل سلسلة حياتنا. مفيش حاجة بتحصل لنا صدفة أو عبث، حتى كونك اتخلقت في الوقت ده وفي البلد دي وبالظروف دي مش صدفة، وإنك قاعد بتسمع كلامي دلوقتي برضو مش صدفة. ما في ناس كتير ما سمعتوش، اشمعنى انت؟ كان في واحد عنده عرق في رجله. العرق ده صغير ومش مسبب اي مشكلة، بس كان شكله غريب. الحد ده لما كبر واتخرج من الكلية ولقى فرصة شغل كويسة وقرر انه يخطب، جاله جواب التجنيد. زعل جدا لان دخوله الجيش معناه ضياع الشغل، وكده الخطوبة باظت. بس العرق اللي ما كانش عارف ايه نفعه او ضرره كان السبب في خروجه من الجيش، لانه طلع غير لائق في الكشف الطبي. اهو احنا كده ساعات بتمر بتجارب وبتتعرض لمواقف غريبة ومش بتبقى فاهم هي حصلت ليه اصلا، وبعد فترة تلاقي ان لولا الموقف اللي ملوش تفسير ده ما كنتش اشتغلت، او ما كنتش اتعرفت على شريك عمرك، او مثلا تلاقي حد من صحابك واقع في نفس الموقف ومش عارف يعمل ايه، فتقف جنبه وتدله وتحميه من خسارة كان هيتعرض لها. الكون كله مبني على قوانين، مش فوضى، مش صدفة، مش عبث. الجبل عشان تعرف تطلعه لازم يكون فيه حفر ونقر، لو كان أملس استحالة انك تتسلقه. فالصعوبات اللي في حياتنا ضرورية جدا لينا عشان نعرف نعيش. انت ممكن تشوف الدنيا سودة في عينيك، بس هي في الحقيقة بيضة، ومن شدة بياضها انت مش قادر تفتح عينيك فيها فبتغمضها تلقائي وتعتقد انها سودة اصلا. الحياة حلوة بجد بس نفهمها. المهم تثق ان قوانين ربنا في الكون هي اللي باقية، فالحق والعدل هيسود، يعني هيسود. افرح واستمتع بالجميل، لان الاجمل لسه ما جاش. اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا هي اللي مضمونة، بكرة يمكن ما يجيش. اوعى اللحظة دي تفوت عليك من غير ما تفرح نفسك فيها. صوت جواك